السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معانا الدرس الثالث من دورة اختراق الأجهزة بأداة الأرميتاج بالباك تراك. طبعا شرحت الدرس الأول وشرحت الدرس الثاني، الآن نجي إلى الدرس الثالث وهو الاختراق. أوكي حلو، الآن نجي إلى الدرس الثالث. نجي الدرس الثالث، الدرس راح يكون يعني حتى أبينكم إنه التبليغ الخارجي راح يوصل 100%. راح نخترق جهاز من نوع النظام مالته اكس بي، نوع نظامه اكس بي. حلو، نجي الآن نبدأ الطريقة. أول شي أوكي، نجي نبدأ الطريقة. نجي نفتح أداة الأرميتاج. أول شي نجي أبليكيشن باك تراك اكسبريشن تولز نتورك اكسبريشن تولز ميتاسبلويت أرميتاج. حلو، أو بالاختصار تفتح تيرمينال تكتب أرميتاج، هذا نفس الشي. حلو، الآن نجي كونكت يس. حلو، ننتظر شوي لحين ما يبدأ الكونكت. راح اشرح لكم شلون راح نخترق هذا الجهاز، وشين الثغرات، وشلون يعني شلون هذا اختراق، وشرح يعني بالتفصيل الممل. اوكي، نجي الان ننتظر لحين ما تفتح الاداة، ننتظر شوي، تطير الاداة لحين ما تفتح شوي، عادي يعني تتأخر يعني. طبعا راح اخذ اي بي تجريبي اللي نوع نظامه اكس بي. طبعا اكو، وراح اشرح لكم الكثير من الطرق لاختراق بأداة الارميتاج عن قريب ان شاء الله. عنده اي بيات، طبعا هذه الطريقة تجيب بها اي بيات ايضا، راح اصور عليها شرح. انتظر شوي، الاداة شوي تتأخر عادي يعني. حلو، الان فتحت الاداة معانا. نجي ناخذ اي بي الضحية. اول شي انا حاخذ اي بي من صديق. اوكي، انا راح اخذ الاي بي. انتظر شوي بين ما ينطينا الاي بي. اوكي، لانه هذا الشيء راح يعني اتفقت ويا الصديق حتى. اوكي الان شوي عادي. اوكي الان حلو، طانا الصديق الاي بي. انت تقدر تجيب الاي بيات عن طريق طريقة راح اشرحها فيما بعد. اوكي، الان بعد ما اخذنا هذا الاي بي، نجي شلون نضيف هذا الاي بي، وشلون نفحصه، وشلون نعرف الثغرات المصاب بها. نجي هوستس اديت هوست، اضافة اي بي جديد يعني، او اضافة فحص جديد. نلصق الاي بي هنا، نطق اديت، ننتظر شوي، نضاف الجهاز. حلو، الان نجي راح ننتظر هنا طلع. نجي خيارات سكان، سكان اي بي، سكان على البورتات المفتوحة والتي يمكن الاختراق من خلالها. طبعا هذا البورت الاول المفتوح 445 وهو مهم جدا في الاختراق، و135. طبعا هذا البورتات المفتوحة بس. اكتمل هذا الفحص، راح يفحص فحص ثاني. انتظر شوي. اوكي، الان طلع نوع النظام عندنا. حلو، نجي شلون نعرف هاي البورتات المفتوحة. مثلا انت ما منتبه، تجي هنا خيارات سيرفيس، راح تشوف 135 البورت و445 للاختراق. حلو، تجي خيارات. الان شلون راح نطبق الثغرات على هذا. راح تشوف هنا خيارات ماكو يعني شي يخليك تهجم على هذا الجهاز وتخترقه. تجي هنا اتاك، فايند اتاكس، البحث عن الاتاكس، الهجوم لاختراق هذا الجهاز. تنتظر شوية لحين ما يطلع مربع منبثق وتنطي اوكي. انتظر ثواني، طبعا الدورة كلش سهلة. اوكي نطي اوكي. حلو، الان خيارات اتاك اس ام بي، هذن الثغرات اللي عندك. هذه ثغرة مثلا، هذه مو ثغرة. شلون راح تجرب هاي الثغرة؟ تجي هنا اي البورت اللي راح تخترق من خلاله، تكتب البورت اللي طلع لنا 445. حلو، تضغط لانش. اما هذه الثغرة او طريقة اخرى اسهل من هذه الطريقة، اللي هي من خلاله هو اللي يبحث عن الثغرات ويهجم ويخلي البورتات يعني بسهولة. حلو، طبعا مثل ما راح نشوف ما راح يخترق. نجي هنا خيارات اتاك هيل ماري، نضغط عليه. انتظر شوي راح حلو. نو اكتف سيزون. نجي على الجهاز اتاك اس ام بي، نجرب هذه الثغرة. نخلي هنا البورت 445.
نضغط لانش. حلو، تم اختراق هذا الجهاز. مثل ما تشوفون طلعت هذه العلامة، اي ان الجهاز تم اختراقه بهذه الثغرة. مثل ما شفتوا اتاك SMB، هذه الثغرة اللي جربناها. تقدر تجرب هذا، تقدر تجرب هذا وهذا. والبورت ال بورت تخلي البورتات المفتوحة اللي من خلال سيرفيس راح تشوف هذا البورت او هذا براحتك، بس الافضل 445. حلو، تم الاختراق. نطلع من هنا، تيجي شلون نشوف مثلا سطح مكتبة ميتر اوبريتر. نجي هنا اكسبلور سكرين شوت، راح تلاحظ شوية ننتظر، راح تلاحظ ظهور سطح مكتب الضحية. مثل ما تشوفون السطح مال مكتب مال الضحية. حلو، نجي اسم الجهاز، هذا اسم الجهاز مثل ما تشوفون. نجي اتا ميتر اوبريتر اكسس بوينت اكسس. هنا مثلا هذا الكوماند شيل CMD الميتر اوبريتر او VNC اللي هو من خلال الموبايل تتصل به. طبعا الويب كام شوت الكاميرا، طبعا الضحية ما عنده كاميرا. اوكي، ما عنده كاميرا. تجي هنا بالله العفو ميتر اوبريتر، العفو اسف جدا، ميتر اوبريتر اكسبلور. هاي براوز فايل، الفايلات يعني الملفات مال الضحية. ننتظر شوي، ننتظر شوي الحين ظهور الفايلات على سبيل المثال. اوكي ننتظر شوي. ها حلو، فتح عندنا قرص الدي مثلا. انت تيجي ترفع سيرفر بجهاز هذا الضحية وتيجي تخترقه. حلو، تجي ابلود، تختار السيرفر مالتك، تخليه طبعا بالباك تراك انه بترفع. هذا مثلا سيرفر، تعطيه اوبن، راح يرفع بجهاز الضحية انه بخيارات خيارات تشغيل، يشغل السيرفر عادي، يعني شيء عادي. اتمنى ان الشرح فاتكم، وشغلة نهائية مهمة جدا. هذا الشرح فقط لمشتركي الايرتلينك، اما غير الايرتلينك فالشرح ما راح يفيدهم، لانه البورت راح يكون عندهم مغلق. تيجي تتأكد البورت مغلق او مفتوح، تجي هنا تكتب تشيك بورت، تضغط انتر، تجي تشوف اي موقع عادي. موقع مثلا عندنا الموقع المشهور كان يو سي مي، تجي هذا البورت 80، هذا الايب الخاص بي، تجي تشيك يور بورت. حلو، مثل ما راح نشوف سكسس البورت مفتوح وكل شيء تمام. طبعا الشرح اتمنى انه فاتكم، وكان معكم كالعادة مستر بروكس. تحياتي لكم، ارجو التقييم والاشتراك في القناة. في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.